ايه يا جماعة الخير، صلوا على حضرة النبي. ده ماتش ودي، انت مش مستني منه اي حاجة غير عملية تحضيرية بحتة. ده ماتش ودي، لا مستني منه فلوس ولا مستني منه بطولة قارية ولا مستني منه بطولة محلية ولا مستني منه اي حاجة. دول 11 واحد انا بفرزهم من ضمن ال 22 اللي انا كنت شايفهم قدامي. والتغييرات مطلوبة، التغييرات مطلوبه. كان في لاعب، كام لاعب النهارده وقع وربنا يسترها. كريم الدبيس ما عندوش خبره دوليه لدرجه انه يبدا ماتش زي ده. والرهبه لازم تكون عند الكل، الرهبه لازم تكون عند الكل. محمد الشناوي في مشكله، خط الدفاع انت عندك كل حاجه بايظه فيه. الارتكاز او التفاهم او التناغم ما بين العش وما بين اشرف داري مش احسن حاجه. شفنا مظهر جيد وصوره احسن بكتير لما ياسر ابراهيم فرق بخبرته وبقى موجود في ارض الملعب. ودي الخبره اللي بتحتم او بتحسم ماتشات كتيره. عندك نص الملعب في مثلثات ومربعات ما بين محمد علي بن رمضان ومحمد هاني، محمد علي بن رمضان وامام عاشور، في مثلثات وفي شويه لمسات عندك بتفيدك. بص لبعدين، وكل السلبيات اللي انت شفتها في الماتش النهارده احمد ربنا طول الوقت انها بتطلع في ماتش ودي قبل بدايه كاس عالم. اليوم اللي العالم كله هيتفرج عليك، اذا كنت انت عشانك انت كاهلي او عشان ميسي عشان بيلعب في انتر ميامي وانتوا الاتنين في مباراه الافتتاحيه. لازم تركز وتفهم ان الماتش النهارده بس عباره عن فرز احسن 11 كارت كانوا بيلعبوا معايا النهارده. لازم تفرح وتكون مبسوط جدا جدا لمحمود حسن تريزيجيه لعودته النهارده. نفسيا الهدف ده هيفرق معاه، نفسيا الهدف ده هيخلي دفعة اكبر بكتير تخلي المدرب ريبيرو ان الشخص ده هو المناسب معايا لماتش بدائي، بداية كاس عالم. انا محتاج فيه كل الخبرات. حمدي فتحي لما نزل مسك لك كوره، امورك تمام، الدنيا تمام. فيا جماعه محدش يزعل، ده ماتش ودي لا راح ولا جه، كلها عمليه تحضيريه. وبالتوفيق للنادي الاهلي في بدايه كاس العالم قدام انتر ميامي. كسبنا، شفنا شوبير كويس جدا، شفنا وفهمنا ان كريم الدبيس ما ينفعش تحطه تحت ضغط. كريم الدبيس مره واثنين وثلاثه ما ينفعش تحطه تحت ضغط. ثنائيه اشرف داري والعش مش الطف حاجه. لازم ياسر ابراهيم هو اللي ينزل معاك ويكون فارق في الخبره الدوليه والمحليه كمان. ف ولسه وسام هيرجع لك والامور تمام. فروقوا كده يا جماعه وصلوا على النبي. سلام عليكم.